شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية تداولا واسعا لأخبار وشائعات تفيد بتعرض الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان لوعكة صحية جديدة طارئة. ومع تكرار هذه الأنباء، أكدت مصادر مقربة من عائلة الشيخ أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة حاليا، وأن الشيخ محمد حسان بخير ويتمتع بحالة صحية مستقرة في منزله. تاريخ من الشائعات والوعكات السابقة. لطالما ارتبط اسم الشيخ محمد حسان بالشائعات المتعلقة بوضعه الصحي، خاصة بعد ابتعاده عن الظهور الإعلامي المكثف في السنوات الأخيرة. ويذكر أن: 1. آخر وعكة مؤكدة كانت في فبراير 2021، حيث خضع لعملية جراحية ناجحة متعلقة بالكلى والمسالك البولية، وقد نفت عائلة في حينه بشدة أي مزاعم حول تدهور حالته أو إصابته بفيروس كورونا. 2. الغياب عن الظهور. يفضل الشيخ حاليا الابتعاد عن الأضواء منذ آخر ظهور له في منتصف عام 2021، وهو ما يفتح المجال أمام تكرار تداول الأخبار غير الموثوقة حول صحته. ونشدت عائلة الداعية الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانجراف وراء الأخبار غير الرسمية والمضللة التي لا تصدر عن الصفحة الرسمية للشيخ أو المقربين منه.